انا ما لحقتش. واحنا ما عندناش الشباب الجميل اللي بيخلي موجودين شايف عشان كده احنا عاملين نصور في بعض، احنا نصور وناخد صور بالظبط. كادر بس عشان السيد اللواء عماد الدكتور السكرتير العام، السيد اللواء عصام هلال مدير الامن الاهليه، السيد اللواء علي امين نشكره على برقيات التهنئه، السيد اللواء مجدي الفايز مدير المخابرات العامه نشكره برضه على التهنئه، السيد احمد قطيفه قائد مكتب المخابرات الحربيه، السيد العميد الهيثم عبد القادر المستشار العسكري، السيد اللواء ناصر الرفعي مدير الامن الاهليه، السيد اللواء محمد عز مدير المباحث، الاستاذ الدكتور شريف خاطر جه مع وفد من الجامعه هنانا في البطريقيه من يومين بمعالي في الاجتماع النهارده. هو السياده اللواء طارق مرزوق واحنا مرزوقين بيه يعني. نادر ان احنا نجد محافظ بهذا النشاط وهذه أنا بقول له بدون مجاملة وقبل ما معاليه يشرفنا، إحنا فعلا بنتعلم من معاليه حسن المتابعة. ممكن الإنسان يؤدي عمل حلو، لكن المتابعة مهمة. سهل إن الإنسان يدي قرارات
بتنفذ نصها، بتنفذ ربعها. لو حاجة كويسة يعني كده معاليك في كنيستين وما كنتش مديهم خبر ونزلت مفاجأة كده يعني. طبعا بيبقى في عندنا احتفالات في رأس السنة وتسدد صلوات لوقت متأخر، والبروتوكول إن أنا بكون بديهم خبر، لكن بقى أنا ما اديتش خبر. كان خبر صح. ففعلا زيارات المفاجأة دي وضع تاني. أكيد الواحد بيبقى رايح مثلا مسؤول رايح بيشوف حاجة، بيبقى فيه ترتيب. اللواء عصام بنشكره بالنيابة عنكم كلكم على الورق تبعتنا، ولا ونشكر عصام بيه على التأمين الحلو اللي كان لينا. طبعا معلش شرفنا امبارح بالليل، وكلنا بنتعلم من السيد الرئيس ترسيخ مشاعر المواطن فعلا بالحق، وتهنئة سيادة الرئيس لقداسة البابا كل سنة في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية، الكاتدرائية الجميلة اللي هي تعتبر أكبر كاتدرائية على مستوى الشرق الأوسط كله. كنا بنشاركهم صلاتهم علشان يعني نحاول ان احنا ناكد عليهم انه الدعوات الخاصه لمصر كلها، وان هم يدعوا لنا جميعا ان احنا نفضل كده لحمه واحده ونسيج وطني واحد لا يستطيع احد ان ينال منه. وفي نفس الوقت احنا يعني بامانه ربنا وبدون نفاق وبدون رياء احنا بنتكلم. امبارح لما اتكلمت وقلت احنا عندنا قدوه هي اللي بتاخدنا كلنا، بنحاول ان احنا ننفذ تعليماته او ننفذ جزء من تعليماته على قد ما نقدر، وكل واحد في مكانه. سياده الرئيس كان هو فعلا النموذج الامثل اللي بيحتذى به في كل البناء، الجهاز المناعي الالهي اللي بيحمي مصرنا الغاليه واللي محيره الدنيا كلها من اللي احنا بنعمله واللي احنا ماشيين فيه ازاي. بقدم كل التهاني المكان المقدس الطاهر ان ربنا سبحانه وتعالى يعيننا كمصريين في جهاز تنفيذي ان احنا نكون على قدر المسؤوليه، وان احنا نؤدي الامانه امام ربنا وشبابنا في كل المجالات. بنتهز هذه الفرصه علشان اوجه الشكر للسيد مدير الامن ورجال الامن اللي دايما انا ببقى شايفهم بنظره تانيه، ليس من منطلق وجودهم في الشوارع وخلافه، ده يستوجب ان احنا نشكره. بنتهز هذه الفرصه وبشكر برضه كل الجهاز التنفيذي، بدايه من سيد نائب المحافظ لأزهر حصل فيها اندماج وتمازج ما بين كل شعب مصر وشعب الدقهلية، بنطبطب على بعض، نحافظ على بعض، بنقدم كل التهاني القلبية مع بعض، وبنحمد ربنا وبنشكر فضله على ان احنا دايما حريصين على ان احنا نلتقي دائما من قلوبنا، ان مش هنلاقي اماكن اكثر من كده، وان ربنا سبحانه وتعالى طلع على القلوب انه بالفعل نأمل ان ربنا سبحانه وتعالى يديم علينا هذه المحبه وهذا الود. مصوى انت فين؟
وطبعا بقى شويه الاكسسوار وطبعا انا امنت على الكحك الاول. ما شاء الله. طبعا هي السنه دي برضه في حضرتك. لا والله. هنا جدا معلش حضرتك وجودك في المنصوره حل مشاكل كتير. لا والله. بالمقابله الحلوه والمحبه الحمد لله يعني الشعب المنصوره نفسه وابتدى الناس يحسوا ان في تغيير. ربنا يعيننا. ده الكل حاسس بيه. ده احنا ما بنقولش حاجه، احنا بنقول حاجه على الواقع. في تغيير حصل في المنصورة. وبعدين معالي الوزير يعني الميزه اللي فيه ان احنا شايفينها برضه انه ما بيعاقبش، يعني بيدي فرصه واثنين وثلاثه لغايه ما الانسان نفسه يحسن من وضعه. ودي ميزه حلوه. يعني انت ممكن تطلع الطاقه اللي جوه كل واحد فينا بطريق المحبه. ايوه. لما تخش له بطريق المحبه هتطلع كل اللي عندك. طبعا يعني معالي الوزير بالقيادات الامنيه بالقيادات الشعبيه اكتسبوا مش هنقول ال7 مليون، هنقول مصر كلها من خلال حل مشاكله. يعني الوزير بنفسه لما ينزل عشان يشوف العيش يشوف الانابيب يشوف الطرق يشوف ده طبعا النهارده مشاكله كتير. وبعدين طبعا مجهول، وده طبعا يعني ربنا جابه في المكان ده في الوقت ده عشان ينقل المنصوره لحاجه احسن. وان شاء الله هي بتتنقل. وان شاء الله الخير لشعب مصر كله والتقدم والازدهار لمصرنا حبيبه. والقياده حكيمه من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا كل واحد في القياده بيبقى له دور. واللي احنا شايفينه على مدار السنين اللي فاتت ان كل واحد بيؤدي دوره على اكمل وجه. وبينزل المواطن الغلبان، بينزل المواطن اللي هو الكادح اللي عنده مشاكل وبيحلها له. دي ما كناش بنشوفها قبل كده. طبعا احنا حاسين بالتغيير، فربنا يوفق معالي الوزير. وشعب المنصوره بيحبك ومصر كلها بتحبك. ما حضرتك مرايه من جوه قلبك وبتعمل. طبعا انا حابب دي عطيه الهيه حضرتك. دي عطيه الهيه تيجي في قلب كل واحد. ربنا يبارككم ويقويكم دايما لصالح مصر ولصالح الاهليه وشعبها. احنا بنستناها من سنه لسنه ومن مناسبه لمناسبه عشان نجيبوا كل نقول ايه طاقم محافظ الانديه لو ابتديت مش هقف وانا هفهم حلو كل حاجه حكايه. تقول يا رب وكل والله يا ابني انا والله اخد حته اخد صف كل واحد جاي من الجهاز التنفيذي الممثلين كلهم مع كل الوزارات كل الجهات السياديه الجيش المخابرات الشرطه الصحه التعليم الرياضه التضامن الاجتماعي كل كبار مسؤولين المحافظه كلهم جايين هي دي مصر، هي دي المشاركه المدنيه والمعنويه لكل شعب مصر. نقول لك كل سنه وانتم طيب. شعب الكنيسه طيب.
حضرتك طيب دايما منور. دايما كده خير، وتفضل اعيادنا كده يا رب تطل علينا من الوقت للتاني، علشان نقدر كل شويه نسلم على بعض ونحكم بعض ونبوس بعض ونقول لبعض هذا الرباط المقدس على هذه الارض المقدسه يا رب يجب علينا مصر وكل اطرافها، كل اديانها، كل من هو موجود فيها، غني فقير، متعلم مش متعلم، رجل دين، رجل علم، رجل سياسه، كل طريق مصر واطيافها والمصر تفضل هي دي الحزن الحسين بيها، تفضل المحبه اللي بينا دي هي دي خط الدفاع الاول بعد القوات المسلحه، ان محدش يقدر يخترق هذه البلد ولا يقدر عليها. وده طبعا من زمان قوي، من ساعه ما مسك الرئيس فتح السيسي وملك البلد عنده رؤيه، كان دايما شايف ان اللي حصل قبل كده انه فعلا القوه الحقيقيه لهذه البلد تماسك شعبها، تماسك مساحتها، تماسك ابنائها فيها، الرصيف مفهوم الوطنيه والوعي والولايه كل يوم عن يوم، كل يوم عن يوم احنا بنشوف ده بيتبرهن لينا قدام عينينا لما بنلاقي الدول بتتبعضر حوالينا واحنا واقفين محدش قادر. وبرضه هو دايما بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حامينا بالمحبه اللي ما بين شعبها، حامينا والناس المخلصه اللي بتصلي بالليل سواء مسلمين او مسيحيين، شيوخ، شباب مخلصين، هو ده اللي ربنا بيبقى دعم وحافظ عليه، بيعتبر هو ده البرهان على الاخلاص الحقيقي عشان نفضل مستمرين على كده وما نسأبش من كده، ونبقى عارفين ان هو ده سر معادلة الاستقرار، سر معادلة الاستدامة، وسر معادلة الحماية الإلهية. بس ده اللي احنا خش على محمود. دلوقتي مع سيدنا الوقت المناسب مع نطلع مع سيدنا يعني نطلع على 11 بالليل وثلاث اوتوبيسات عند المعالي في المحافظه غير لو في الكنيسه العالميه وعليك كده الله يكون في عونه. وانا داود عمل الجنوب
تاكل من وشه. الساعة عمال كده هو هيطلع بس معاه مش عارف انا بتضحك. هو ده محافظ اسمه ايه؟ هو طارق مرزوق. روح سلم عليه. روح سلم.
جاي تعالى صباح الخير. صباح الخير، ازيك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. كل ما بيجي هنا بتفرج على المدرسة دي، بسترجع مصلحة المدرسة اسمها السيد الحرية اللي كانت في اسكندرية. لا خلينا بس احنا كله بنتكلم فيها المسلم وفيها الأدب وفيها كل حاجة بتطلع في الأول فعلا. هي المدرسة الجامعة الشاملة. عسل الخير والتوفيق. خش يا ابو نظام الفريق بتاعنا الشيخ سيد ربيع بسوني وكيل مديريه والباشمهندس في اجتماع في الاداره النهارده في العاصمه فبيعتذر يعني. الجدد ابراهيم قاسم فين؟ ابراهيم قاسم انا فاكر هو لسه برضه هلا وده اصلا دوري في المنشأ كده بس ما جيتش هنا. كانت ماجدة كنت عامله ايه في البيت؟ معالي السيد اللواء قائد مسؤول محافظة البطاقية، سيد اللواء عصام بلال ولينا من البطاقية، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، اللواء عماد الدين عبد الله السكرتير العام، سيد اللواء عماد البترول السكرتير العام المساعد، العميد الهيثم عواد المستشار العسكري، العقيد أحمد الشهابي
مكتب المخابرات، الدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، الدكتور محمد رشوان وكيل المنطقة. أهلا وسهلا بكم في كنيستنا، كنيسة المسيح الملك، ونشكركم من كل قلوبنا على تهنئتكم لنا بعيدنا. الله القدوس السلام. والتحية المتبادلة بين الأشخاص: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما نحيي نحن المسيحيين بعضنا البعض في الكنيسة، يقول الكاهن أو القس: السلام لجميعكم. فالله تعالى في عيد الميلاد يعطينا السلام. المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المصائب. سلام الله مع الإنسان، وسلام الإنسان مع نفسه، وسلام الإنسان مع أخيه الإنسان. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: كيف نكون صانعي السلام؟ كما نقول في الإنجيل: طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. لكي نكون صانعي السلام لا بد أن يبدأ السلام من داخلنا، يبدأ من القلب من خلال المحبة والتسامح والمغفرة. لكي نكون صانعي سلام لا بد من مواجهة الشر بالخير. لكي نكون صانعي سلام لابد أن نواجه الشر بالخير، ونستخدم أسلحة السلام، وهي ثلاث: الإغاثة والتنمية واحترام الآخر. وهذا ما فعله سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في موقفه مع إسرائيل لكي يحقق لنا سلاما عادلا شاملا في المنطقة العربية. بناء السلام يتطلب أيضا مشاركة الجميع من الأفراد إلى القادة من عبر الأعمال الصغيرة والكبيرة، وأن نركز في سلامنا على كرامة الإنسان والحق في العيش في حياة آمنة مستقرة. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. معالي الوزير اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، السيد الدكتور أحمد العبد نائب السيد المحافظ، السيد العميد هيثم العواد السكرتير العسكري للمحافظة، معالي العميد مدير المخابرات الحربية، سيادة اللواء مدير أمن الدقهلية، سيادة اللواء عماد الدبرولي مساعد السكرتير العام المساعد، سيادة اللواء عماد عبد الله السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، نيافة الأنبا الذي نحن في ضيافته الآن، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقاء يتجدد في الأعياد والمناسبات لإخواننا المسيحيين لتهنئتهم بالعيد القومي، بعيد الميلاد المجيد. نقول لكم كل عام وأنتم بخير،
نحن شركاء في هذا الوطن العظيم، مصرنا الغالية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه. وأنتم إخواننا وأشقاؤنا في هذا البلد، وقد وصانا بكم رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل: أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والقسط هو العدل، والبر هو جماع الخير، أي فوق العدل. وقد أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام: بكم خيرا، من آذى ذميا فقد آذاني، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الإخوة الكرام، نقول لكم: الحق أبلج كالصباح لناظر، لو أن قوما حكموا الأحلام، أرأيتنا والقبط إلا أمة واحدة تروم لله مرامة، نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام. هذه ربوعكم وتلك ربوعنا، متقابلين تعانق الأيام. هذه قبوركم وتلك قبورنا، متجاورين جماجما وعظاما. فبحرمة الموتى وواجب حبهم، كونوا كما يقضي الجوار كراما. الدين للديان جل جلاله، لو شاء ربك وحد الأقوام. فنحن إخوة في هذا الوطن، نقول لكم: كل عام وأنتم بخير، وأدام الله عليكم عيد الميلاد المجيد بكل سعادة وخير، وعلى مصرنا العزيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الأعزاء والرسول الأخ الغالي جواد صالح مدير الأمن، كل الأجهزة التنفيذية، المحافظة، الذي يدعو إلى السكينة والأمان والروعة. مهما كانت الكلمات، مهما كانت المشاعر، لا يمكن أن هي توصف بالفعل الأحاسيس الصادقة تجاه هذه اللحظات اللي احنا بنعيشها وبنكررها دايما، وبنقول عليها هي دي سر معادلة مصر. هي دي سر المحبة، سر الود، سر الاستدامة، سر الاستمرار، سر المحبة، سر السلام. من كل قلوبنا بنقدم امتثال لأشقائنا في الوطن، أشقائنا المساكين. احنا كلنا أخوات، معلوم فينا احنا قاصرين، كلنا أخوات، ولكن في المساكين وفي المسلمين. فكلمة المساكين وكلمة الأخوات هي إصلاح العقول، هي إصلاح مصر، وكأنها هي سر تماسك الوطن
رزق السادة وكلاء الوزارة بعد إذنكم عشان بس مصوى انت فين؟ وطبعا بقى شويه الاساس وطبعا انا امنت على الكحك الاول. ما شاء الله. طبعا هي السنه دي برضه في حضرتك. لا والله. لانك انت معلش حضرتك وجودك في المنصوره حل مشاكل كتير. لا والله. المقابله الحلوه والمحبه الحمد لله، يعني شعب المنصوره نفسه ابتدى الناس يحسوا ان في تغيير. ده الكل حاسس بيه. ما بنقولش حاجه، احنا بنقول حاجه على الواقع. في تغيير حصل في المنصوره. وبعدين معالي الوزير يعني الميزه اللي فيه ان احنا شايفينها برضه انه ما بيعاقبش، يعني بيدي فرصه واثنين وثلاثه لغايه ما الانسان نفسه يحسن من وضعه. ودي ميزه حلوه. يعني انت ممكن تطلع الطاقه اللي جوه كل واحد فينا بطريقه المحبه. لما تخش له بطريقه محبه هتطلع كل اللي عندك. وطبعا يعني معالي الوزير بالقيادات الامنيه بالقيادات الشعبيه اكتسبوا مش هنقول ال7 مليون، هنقول مصر كلها من خلال حل مشاكله. يعني الوزير بنفسه لما ينزل عشان يشوف العيش يشوف الانابيب يشوف الطرق يشوف طبعا النهارده مشاكله كتير، وبعدين طبعا مجهود، وده طبعا يعني ربنا جابه في المكان ده في الوقت ده عشان ينقل المنصوره لحاجه احسن. وان شاء الله هي بتتنقل. وان شاء الله الخير لشعب مصر كله والتقدم والازدهار لمصرنا الحبيبه. والقياده حكيمه من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا كل واحد في القياده بيبقى له دور. واللي احنا شايفينه على مدار السنين اللي فاتت ان كل واحد بيؤدي دوره على اكمل وجه. وبينزل المواطن الغلبان، بينزل المواطن اللي هو الكادح اللي عنده مشاكل وبيحلها له. دي ما كناش بنشوفها قبل كده.
طبعا احنا طبعا حاسين بالتغيير، فربنا يوفق معالي الوزير، وشعب المنصوره بيحبك، مصر كلها بتحبك. ما حضرتك مرايه، حضرتك مرايه من جوه قلبك وبتعمل. طبعا انا حابب دي عطيه الهيه حضرتك، دي عطيه الهيه تيجي في قلب كل واحد. ربنا يبارككم ويقويكم دايما لصالح مصر ولصالح الاهليه وشعبها. احنا بنستناها من سنه ومناسبه للمناسبه عشان يجيبوا كل طاقم مصر الاهليه لو ابتديت مش هعرف وانا هفهم حلو كل حاجه حكايه تقول يا رب وكل والله يا ابني نعمل والله اخد حته اخد صف كل واحد جاي من الجهاز التنفيذي الممثلين كلهم مع كل الوزارات، كل الولايات السياديه، الجيش، المخابرات، الشرطه، الصحه، التعليم، الرياضه، التضامن الاجتماعي، كل كبار مسؤولين المحافظه كلهم جايين. هي دي مصر، هي دي المشاركه الوطنيه والمعنويه لكل شعب مصر. نقول لك كل سنه وانت طيب، شعب الكنيسه طيب، حضرتك طيب دايما دايما كده خير، وتفضل اعيادنا كده يا رب تطل علينا من الوقت للتاني علشان نقدر كل شويه نسلم على بعض ونحكم بعض ونبوس بعض ونقول لبعض هذا الرباط المقدس على هذه الارض المقدسه يا رب يجمع دايما مصر وكل اطرافها، كل اديان كل من هو موجود فيها، غني فقير، متعلم مش متعلم، رجل علم، رجل سياسه، كل طريق مصر واطيافها والمصر تفضل هي دي الحزن المصري بيها، تفضل المحبه اللي بينا دي هي دي نقول ايه خط الدفاع الاول بعد القوات المسلحه، انه محدش يقدر يخترق هذه البلد ولا يقدر عليها. وده طبعا اللي من زمان قوي من ساعه ما مسك الرئيس فتح السيسي وملك البلد عنده رؤيه، كان دايما شايف ان اللي حصل قبل كده انه فعلا القوه الحقيقيه لهذه البلد تماسك شعبها، تماسك مساحتها، تماسك ابنائها فيها، الرصيف مفهوم الوطنيه والوعي والبلايين كل يوم عن يوم، كل يوم عن يوم احنا بنشوف ده بيتبرهن لينا قدام عينينا لما بنلاقي الدول بتتبعضر حوالينا واحنا واقفين محدش وبرضه هو دايما بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حمينا بالمحبه لما بين شعبها، حمينا والناس المخلصه اللي بتصلي بالليل سواء مسلمين او مسيحيين، شيوخ، شباب مخلصين، هو ده
ربنا بيبقى دعم محافظ عليه، بيعتبر هو ده البرهان على الإخلاص الحقيقي عشان نفضل مستمرين على كده وما نسأبش من كده، ونبقى عارفين إن هو ده سر معادلة الاستقرار، سر معادلة الاستدامة، وسر معادلة الحماية الإلهية. بس استنى خش على عاشت فيه القديسة ليليانا في أواخر القرن الثالث الميلادي وأوائل القرن الرابع الميلادي، واحتوى الأنفاس الطاهرة التي لهذه القديسة العفيفة وصاحبتها الأربعين اللائي رفضنا الشرك بالله وعبدنا الإله الواحد، مقدمين أصولا ونموذجا طاهرا لكيفية الحفاظ على المبدأ والموت من أجله. قدمت هذه العفيفة الطاهرة حياتها ثمنا لهذا المبدأ الذي هو عبادة الإله الواحد في هذا الزمان، ثم عاشت بروحها الطاهرة إلى أن عاد التاريخ نفسه في هذا الزمن. ونتواجد الآن في ضيافة ورحاب وهدوء وكرم نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس المسؤول الروحي عن هذه المنطقة والأب الكبير لمسيحي ومسلمي هذا المكان الذي باسمه نتشرف أن نرحب في هذا اليوم الذي هو ميلاد السيد المسيح، ذلك الحدث التاريخي الاستثنائي في تاريخ البشرية الذي حسب ما قبله بأنه قبل الميلاد وما بعده أنه بعد الميلاد، وحسب هذا الميلاد الاستثنائي العجيب الذي هو نسميه سر التقوى، أن في هذه الليلة ترنمت الملائكة بأنشودة السلام وقالت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. فجاء بميلاده يمنح سلاما للأرض، واختص مصر بسلام خاص تعيش فيه في هذه الأيام، ويموج العالم حولها مضطربا شاكيا من الاضطهاد والكراهية والضغينة، إلا أنها تبقى بفضل حماية الله لها وفضل ربانها القائد الحكيم رئيسنا المحبوب عبد الفتاح السيسي، وبفضل الرعاية الروحية للقادة الدينيين، قائد مسيرة العمل المسيحي في الكرازة المقدسية قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، ونيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس صاحب هذا المكان وصاحب هذه الضيافة، الذي أولانا بأن نقدم الشكر للرجل الذي قدم استثناء للمنصب، والذي حينما وطأت أقدامه أرض الدقهلية عرفت الإنجازات، واحتل بمحبته قلوب شعب الدقهلية في زمن بسيط وقصير، لأنه قدم صدقا وقدم عملا. نرحب السيد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وصحبه الكرام الذين أولونا بشرف الزيارة في هذا اليوم الاستثنائي، وعلى رأسهم الدكتور أحمد العبد النائب المحافظ، السيد اللواء عماد الدين عبد الله السكرتير العام، السيد اللواء عماد الدكرور السكرتير المساعد، العميد مكان حرب الهيثم عواد المستشار العسكري، العميد أحمد أتبحة مدير مكتب المخابرات الحربية، الدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف الذي ننتهز هذه الفرصة باسم سيدنا الحبيب نقدم له التهنئة لتعيينه وكيلا لوزارة الأوقاف بالمنطقة، الدكتور محمد رشوان وكيل المنطقة الأزهرية، الدكتور سامي عنقور مدير عام الوعظ والدعوة. كما لا يفوتنا أن نشكر التنفيذيين والمحليين في هذه المنطقة، وعلى رأسهم الأستاذة غادة الحمادي رئيسة مركز مدينة القاس، وكل العاملين في المركز الذين قدموا كل ما يمكن أن يقدم ليكون احتفالنا على هذه الصورة المشرفة. نقدم تهنئة وشكر للسادة نواب مجلس النواب الجدد، على رأسهم الحاج وحيد قرقر كبير نواب الدقهلية، الدكتور عوض بن نجا، الأستاذ أحمد عرفة، الذي أيضا ننتهز الفرصة بتقديم التهنئة لهم، ونشكر
الذين خاضوا هذه الانتخابات بشرف ونزاهة وقدموا رسولة ونموذج لكيفما تكون المنافسة الشريفة في هذه المنطقة الغالية. أيضا نقدم الشكر للسادة وكلاء وزارة الكهرباء والمياه. شرفنا المهندس أحمد رمضان رئيس شركة شمال الدلتا للكهرباء، السيد مدير إدارة التعليم بالقاس، وكل التنفيذيين، السيد كما لا يفوتنا أن نقدم الشكر أيضا للسيد مدير أمن الدقهلية اللواء عصام هلال وكل رجالاته من الشرطة الذين لم يألوا جهدا في حماية احتفالاتنا على مستوى نطاق الدقهلية. الآن سوف نستمع إلى كلمات من القلب يقدمونها أحبائنا في هذا اليوم الاستثنائي تهنئة من يافت الحرب الجديد عند مرقس والإقبال في هذه المنطقة. نبتدئ كلمة الشيخ سيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. معالي الوزير السيد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، معالي الدكتور أحمد العدل نائب السيد المحافظ، معالي اللواء عماد عبد الله السكرتير العام، معالي اللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، سيادة العميد أركان الحرب الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، سيادة العميد أركان الحرب أحمد قديحة مدير المخابرات الحربية، السادة الحضور من النواب مجلسي الشعب والشورى، الحاج وحيد قرقر كبير نواب الدقهلية، الأستاذ أحمد عرفة، كذلك الدكتور عوض أبو النجم، الدكتورة داليا الإكرمي عضو مجلس الشورى، السادة وكلاء الوزارات الدكتور محمد رشوان، وأخي فضيلة الشيخ سامي عبور مدير عام الوعظ، والسادة كذلك وكلاء الوزارات الصحة والتعليم، وكذلك السادة التنفيذيين بالمحافظة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يافت الأنبا مرقوس كبير مطرانية دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، كذلك سيادة القمص ديسكورس شحاتة وكيل المطرانية، السادة العظام الذين حضروا لتقديم التهنئة لإخواننا الأقباط بعيد القيامة المجيد للسيد المسيح عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. جئنا جميعا لنشارككم هذه الفرحة الغامرة، ونحن نسيج واحد، إخوة في الإنسانية من آدم عليه السلام، وأخوة الوطن التي نؤكد عليها ونعتز بها إخوانا في هذا الوطن وشركاء فيه، بوصية الله سبحانه وتعالى بقوله أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم أن نبقى هاهنا في مصرنا الغالية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه. ستبقى مصر آمنة مطمئنة ما دام يسودها هذا الحب وهذا الود وهذا الوئام وهذه المشاركة الوجدانية في أفراحنا من إخواننا الأقباط المسيحيين وإخواننا الأقباط المسلمين. نشارك بعضنا فرحة بعض في أعيادهم وفي مناسباتهم السعيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا برا وبحرا وجوا، وأن يحفظ شعبها وجيشها وشرطتها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن التي قال الله سبحانه وتعالى فيها عن مصرنا الغالية ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وستبقى بلدنا هذه هي بلد الأمن والأمان إلى قيام الساعة بهذه الوحدة الوطنية
التي نعيشها في كل يوم بقيادة وبرعاية معالي اللواء الوزير طارق منصور حبيب شعب الدقهلية، ونرى هذا واضحا جليا من إقبال الناس عليه وحبهم الغامر لسعادته في أي مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب علينا الأمن والأمان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يفوتنا أيضا إلا أن نقدم الشكر للسادة وكلاء الوزارة الذين شرفونا في هذا اليوم باسم صاحب النيافة الحبر الجليل أبو مرقس، ونشكر الدكتورة داليا الإكريبي عضو مجلس الشيوخ عن المنطقة، الأستاذ محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، السيد هالة عبد الرزاق جودة وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي، السيد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة ومدير الإدارة والفريق الطبي المتواجد منذ أمس لتقديم الخدمات في المنطقة، أحمد وكيل وزارة ومدير وكيل الطب البيطري الدقهلية ومدير المديرية، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ طارق وكيل المديرية للشباب. الآن نستمع إلى تهنئة كبير منطقة الدقهلية ومحافظ هذا الإقليم المبارك الذي كما قلت منذ أن وضعت أقدامه من أرض الدقهلية اكتسب بصدقه وأعماله وتصرفاته ومحبته واهتمامه قلوب شعب الدقهلية جميعا، والذي اختصنا في هذه المنطقة بحب خاص. عاشت هذه المنطقة تعترف وتؤمن بأنها كانت مسارا لرحلة العائلة المقدسة من الشرق إلى الغرب، عابرة هذا النيل الطاهر إلى أن وصلت إلى وادي النطرون، سخى ثم وادي النطرون، إلا أننا قد فوجئنا بأنه أولى اهتماما خاصا بهذا الموضوع المهم الذي على يديه سوف تسرع السياحة والآثار في مصر بهذا المشروع الكبير الذي أولاه جهدا كبيرا. سوف يأخذ من سيادته مجهودا كبيرا. نحن نثق أنه يستطيع أن ينفذ كل ما يحلم به هذه المنطقة التي هي إنما تخدم المنطقة جميعا ولا تخدم المكان بصفة خاصة، ولكنها تقدم خدمات جليلة للمنطقة كلها. نستمع إلى حديث الإنجازات وحديث الصدق وحديث الولاء للمنصب وللعمل وللوطن. السيد اللواء طارق مرزوق فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا أبونا سكورس يعني حطيته كده في الحركة لبلغته وصاحبه وهو خلص كل الكلام، يعني ما عادش في كلام تاني إلا إنه المشاعر هي اللي تتحدث دلوقتي مش الكلام. مشاعر هي اللي تتحدث مش الكلام. في البداية طبعا يعني أنا في غاية السعادة إن أنا في غمرة وفي صحبة وفي معية نيافة الأنبا والحضر الأزليل بابا مرقس، اللي بكن له كل تقدير واحترام ومن أقرب الشخصيات فعلا لقلبي، واللي أنا ببقى سعيد جدا إن أنا ببقى جاي علشان التقي بيه ونقدم له التهنئه ونقدم لشعب الدير الجميل والجليل الثاني القلبيه بعيد الميلاد المجيد وكل الاعياد. ده بيبقى على قلوبنا يعني شيء يعني شيء جميل وشيء مريح للقلب ومريح لكل شيء في الدنيا. الانسان بيحس فيه بروحانيات فعلا، روحانيات فريده من نوعها. كنت عايز اجاوب على سؤال يعني طرحه سياده الانبا نيافه الانبا مرقس، هو انه في اعداد كتيره وانه شعب الدقهليه بيحبني، انما انا عايز اقول ايه؟ لا، هو المتغير الوحيد النهارده عن اللي فات ان في
برضو أتباع هذه النواب مليين الدين. وأنا بنتهز هذه الفرصة من هذا المكان المقدس اللي أنا طبعا أرحب طبعا سيادة النائب المحترم وحيد قرقر والسادة النواب الجدد. فعلا هنعتبر نفسنا احنا بنعول عليهم خلال الفترة اللي جاية، وبنتهز هذه الفرصة ان احنا نقدم برضو الشكر الجليل لمن اوفوا الفترة السابقة على جهدهم خلال الفترة اللي جاية، واملنا كلنا جميعا ان احنا نتفانى في خدمة مجتمعنا ونتفانى في خدمة محافظة الدقهلية، وخاصة مركز بالقاس اللي يعتبر من أكبر المراكز على مستوى المحافظة. ثانيا إنه إحنا جايين النهارده علشان نقدم كجهاز تنفيذي وكافة شرائح المجتمع رجال الدين المسيحي ورجال الدين الإسلامي، سواء الأوقاف أو سواء الأزهر، كل أطراف المجتمع. الجهاز التنفيذي بداية من السيد النائب المحافظ الدكتور أحمد العدل والسيد السكرتير العام اللي هو عماد، والسيد السكرتير العام المساعد اللي هو أحمد الدكتوري، ومعانا طبعا درع الوطن الواقي السيادة العميد الهيثم الشرع العسكري، ممثل الحصن الحصين للقوات المسلحة. بيحف هذا الدير رجال أمن شرفاء موجودين كلنا قاعدين في دفع بسببهم، بنشعر بالأمن والأمان، بنكن لهم كل تقدير واحترام. مكان الدير مكان جميل، كل معاني الجمال والتحضر موجودة ومحيطة به، أشجار جميلة، خضرة، يعني نظافة، عشان وغدا ما تزعلش لأن غدا بتأدي جهد مشهور وحاجة محترمة بصراحة. يعني كل الجهاز التنفيذي كله واقف على قدم وساق علشان كلنا بنحتفل بالعيد ده، لأن هو ده عيدنا. الشباب والرياضة خلاص احنا يمكن دي تاني سنة أو يعني نبتدي السنة التانية هو عشان احنا في هذا الاحتفال، ودي المناسبة الجميلة دايما اللي هي بتاعت بداية دراسة السنة الجديدة الميلادية الجديدة، اللي كلنا بنستغل وجودنا في هذا المكان الطاهر وهذا المكان المقدس، إن احنا ندعو ربنا سبحانه وتعالى إنه يحمل خلال العام الخير والازدهار والامن والاستقرار لبلدنا الجميله اللي ملهاش زي. لا يمكن احنا دلوقتي في اعياد وسبعه، احنا النهارده في العيد 7 يناير اللي هو 9 كيلو، مش كده؟ 29 كيلو، صح؟ انا وقفت اتعلم منك كده قبلها باسبوع كده، قعدت اساله شويه اسئله وايه 25 وايه 31 وايه 7. هو يعني بسم الله ما شاء الله موسوعه. وابتديت بقى ان ايه اتنطط بقى على الجماعه واقول لهم انتوا عارفين ده ايه ده ايه ده ايه. المهم يعني هو ربنا يكرمه كده ويفتح عليه المحبه والقلوب من زمان بينه وبينه يعني. فما اعتقدش انه هذا المشهد اللي بيحمل كل معاني الخير وكل معاني التماسك والترابط المجتمعي وكل معاني الحب الصادق وكل معاني الإحساس بالوطنية وكل معاني الإحساس بالاحتضان لرئيس دولة يعلم ويعي ويؤمن تمام العلم إن هو بيستوعب القلب لينا. كل همه في الأول وفي الآخر إنه يساعدنا. كل همه في الأول وفي الآخر إن محدش يفرق بيننا. وبيراهن على أمن واستقرار هذا المجتمع بتماسكنا. كل مرة بيأكد على كده.
هو النموذج، هو القدوة، هو اللي احنا بنمشي وراه، واحنا غصب عننا بنصدقه لأن كل كلمة بيقولها بيبقى عنده فيها بصيرة بتتأكد يوم بعد يوم بعد يوم. امبارح كان مشهد في منتهى الروعة واحنا في الكاتدرائية بنتفرج على الكاتدرائية بتاعت العاصمة الإدارية اللي لما اتفتحت كان في بعض الانتقادات وخلاف. بسم الله ما شاء الله امبارح والله مشهد قلما تجد انه يتواجد على مستوى العالم. انا بقوله مشهد قلما يتواجد على مستوى العالم بما فيها اعظم الدول. ما اعتقدش ان احتفالاتهم هتكون بهذه الحراره وهذا الحب وهذه المساحه. الكاتدرائيه واخده مساحه كبيره، كنا بنقول طب دي معموله ليه؟ لا، دي تستوعب المصريين ومش عيدهم فقط. لا مش عيد المسيحيين فقط، ده عيدنا ان احنا النص اللي موجودين المسلمين قاعدين فيها المصريين. فرؤيته الصائبه دايما تخلينا كل يوم عن يوم فعلا لازم نمشي وراه ونتمسك وراه ونتمسك برؤيته الصائبه وكل قراراته علشان نحافظ على البلد. لا يسعني في النهايه غير ان احنا في دقائق كده مع نقول يا رب حاجه يمين وحق هذا المكان المقدس يحمي بلدنا بأبنائها برجالها شيوخها أطفالها كل أطرافها يحميها تفضل كده يا رب في ازدهار دائم. وطبعا أكيد الدعوة من نيابة الأنبا مرقس هتبقى لها واقع آخر وهيبقى لها صدى آخر لأن ده راجل قاعد متفرغ للدين. في النهاية بشكر هذا اليوم الجميل وبشكر نيابة الأنبا كل رجال الكنيسة المحترمين اللي أنا بعزهم وأعتز بوجودي في وسطهم على حفاوة الاستقبال وعلى كرم الضيافة وعلى مشاعر الحب الفياضة اللي اخترقت قلوبنا وعقولنا. نقول يا رب تدوم كده دايما ونكون دايما احنا كجهاز تنفيذي عند حسن ظن هذا الشعب اللي يستحق كل تقدير وكل احترام. وشكرا جزيلا للإعلام اللي بيغطي هذه اللحظات الفارقة في مصر اللي هي بعتبرها هي دي لحظات بناء المناعة لهذا المجتمع ضد أي نوع من أنواع التطرف أو أي نوع من أنواع الغزو اللي ممكن يحاول أن ينال من استقرار وأمن هذه البلد. كل سنة وأنتم طيبين ويا رب نفضل كده مجتمعين دايما. كل الشكر والتقدير على الاستقبال. شكرا. كونوا متفقين معي جميعا أن الإدارة الحكيمة من أهم أساسياتها أن يختار القائد رجالا أمناء صادقين يثق في صدقهم وأمانتهم وعملهم. وكانت هدية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لشعب الدقهلية السيد اللواء طارق مرزوق الذي تقبله شعب الدقهلية هدية في القلوب وأهداه هو إنجازات وأعمال وصدق ومشاعر ومحبة. السيد المسيح أهدى إلى البشرية في ليلة ميلاده سلاما كانت تحتاجه البشرية فنشرته الملائكة بإنشودتها كما قلنا وقالت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام للناس المسر. أما في منطقتنا فقد أهدانا السيد المسيح للمجد هدية خاصة هي في الأصل قطعة من السلام وقطعة من الحب وأمان، بل هو صمام الأمان لهذه المنطقة الذي منذ أن جاء منذ أكثر من 7 سنوات
وتآلفت عليه قلوب المسلمين والمسيحيين وجعلوه أبا وأخا أكبر. سيدنا الحبيب نيافة الأنبا مرقس كبير هذه المنطقة الروحية، خليفة والد القديسة دميانة مرقس الذي كان واليا لهذه المنطقة، الذي ائتمن نيافة الأنبا مرقس عليها وعلى سيرته الطاهرة وعلى مكانها الطاهر، فكان أهلا لهذه الأمانة، فجاء معمرا ومحبا، لأنه والد القديسة دميانة كان اسمه مرقس. فمنذ أن جاء نيافة الأنبا مرقس وهو التعريب أو الاسم اليوناني لمرقس، فهو والد لكل أو أب لكل هذه المنطقة من الناحية الروحية. صمام أمان، محب، أمين، صادق، معمر، تآلفت القلوب عليه، ولعلنا محظوظين في هذا الزمن أن يكون القائد المدني هو اللواء طارق منصور، والقائد الروحي هو نيافة الحبر الجليل أنبا مرقس. حينما يتكلم تصغي له القلوب، وحينما يعمل نرى عملا ترونه حضراتكم في دير القديسة دميانة من الناحية المعمارية، من الناحية الروحية. على يديه سوف يصل دير القديسة دميانة إلى أسمى درجات السمو في العالم كله، يستمع إلى الحب، إلى السلام، إلى الهدوء، وإلى الطمأنينة، وإلى قلب الدقهلية النابض نيافة الحبر الجليل أنبا مرقس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة وكبير أطباء هذه المنطقة. صباح الخير للجميع، كل سنة وحضراتكم طيبين. الحقيقة أنتهز هذه الفرصة إن أنا أوصل لكم تهنئة قداسة البابا تودرس الثاني بصفتي نائبه في منطقة البراري مع دمياط وكفر الشيخ، وباسمكم كمان وباسم أهل دير القديسة دميانة بالذات بنوجه تهنئة لقداسة البابا بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، لأن المنطقة دي ليها معزة خاصة عند قداسة البابا. عيد الميلاد المجيد هو عيد لكل المصريين وعيد لكل الأديان، والحقيقة زي ما قال أبونا إن ميلاد السيد المسيح كان نقطة تحول في خريطة تاريخ العالم، وصار ما قبل الميلاد وبعد الميلاد. ومش الأرض بس اللي فرحت بميلاد المسيح، ده السماء كمان فرحت بميلاد المسيح، وأنشدت الملائكة أنشودة الميلاد اللي كلنا حافظينها: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. والحقيقة هذه الأنشودة تحمل 3 رسائل. أول رسالة هي المجد لله، ثاني رسالة في العالم السلام، وثالث رسالة هي البهجة أو السرور. والحقيقة إن كل واحد فينا هو له رسالة على الأرض، وأهم رسالة إزاي إن هو في كل عمل يمجد ربنا، في كل عمل، حتى شغلنا المدني هو مش لمجد الإنسان، هو لمجد الله. ودي الرسالة اللي ربنا بيأتمنها أو بيأتمن كل واحد فينا على إتمامها. وإحنا بنلاحظ حتى في الشغل المدني الإنسان اللي جاي بيمجد اسم ربنا في عمله، ده عمله بيبقى مبروك وسهل، بيبقى عمل خالد، وبيفضل اسمه مدى التاريخ. ودايما أنا بقول حتى لو الإنسان تناسى أو نسي، التاريخ مش ممكن ينسى. وكل واحد بنتذكره بالخير بكل أعماله. يعني إحنا هنا في الدير نفتكر باستمرار عمل نيافة الأنبا بشوي مطران الجليل لهذه المنطقة لمدة 46 سنة. بنذكره بالخير باستمرار، وده وفاء مننا ليه
وفي نفس الوقت لأنه لم يصنع شيء لمجد نفسه، لكن كان كل خدمته وكل شغله وكل أيامه كان بيرجع لكل عمل إنه يمجد الله بيه. وعشان كده حتى وإن تنيح ولكن ما زال اسمه محفور جوه قلوب الناس، وسيظل اسمه أيضا محفور في قلوب كل الناس، لأن الإنسان بيبان من عمله وليس من اسمه وليس من مكانه. فالعمل اللي بيمجد ربنا ده بيخلد اسم الإنسان حتى بعد موته بعد اليحيى. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. والحقيقة إن العالم كله بيحتاج إلى السلام. إحنا في بيوتنا بنحتاج إلى السلام، في كنايسنا، في مجتمعاتنا، في كل العالم بنحتاج إلى السلام. الكتاب المقدس يقول كده: لقمة يابسة ومعها سلام أفضل من بيت ملآن ذبائح مع خصام. مع خصام. أحد الآباء يقول إن أكبر خطية يكرهها ربنا هي الانقسام. ما قالش لا الأكل ولا الزنا ولا السرقة، يكرهها ربنا هي الانقسام. والانقسام طبعا الوحدة، والوحدة مش هتيجي إلا بالسلام. وعلشان كده احنا بنصلي باستمرار، وحسب وصية الكتاب أيضا: صلوا من أجل سلام المدينة ليكون لكم سلام. لا هيبقى فيه أخضر ولا يابس. وعلشان كده دي كانت كلمة حكيمة في صلواتنا اسمها أوشية السلامة. أوشية السلامة. ثالث حاجة: وبالناس المسرة، لأنه إذا وجد السلام وجدت المسرة. ربنا على أمن وسلامة مصر. والحقيقة الأمن والسلامة جاية بتعب وناس كتير جدا، سواء كان سيادة الرئيس وكل الجند اللي بيشتغل معاه، مع الجناحين بتوعه الجيش والشرطة. بنشكر كل السادة الحضور للتهنئة وللمعايدة في هذا اليوم من كل الجهات التنفيذية والتشريعية، وعلى رأس الكل وكبير عائلة الدقهلية هو معالي الوزير المحافظ السيد اللواء طارق مرزوق. والحقيقة هو زي ما قال أبونا إنه أرسى تقليد حلو، إن يبقى فيه لقاءات تضمنا كلنا، ودي اللي بتدي دفء، ودي اللي بتدي سلام، وبالتالي تدي الفرح. ربنا يعوض كل من له تعب لمجد اسمه، وأيضا يعوض كل من له تعب لصنع السلام في بيوتنا وفي مجتمعاتنا وفي العالم كله، وأيضا يعطي ويعوض لكل إنسان يكون سبب فرح لغيره، لأن الفرح معطي. وزي ما الناس بتقول إن الفرح لما بيتوزع بيزيد. فرح لما يتوزع يزيد، بعكس الحزن. الحزن لما يتوزع يقل، لكن الفرح لما يتوزع يزيد. بنشكر حضوركم وبنشكر حضور سيادة اللواء معالي الوزير المحافظ السيد طارق مرزوق، وكل سنة وانتم طيبين، وتحيا مصر في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الدولة السيد. نرحب بحضراتكم جميعا في ضيافة صاحب النيافة أسقفنا الأنبا صليب جزيل الاحترام، أسقف متغمر ودرقدوس وبلاد الشرقية وكفر شكر. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسر.
نهنئكم اليوم ببداية عام جديد، عام 2026، ونشكر حضوركم وتشريفكم إلينا لتهنئة إخواتكم المسيحيين بعيد الميلاد المجيد. فنحن جميعا إخوة وأحباء، ونتمنى أن نعيش في هذا الوطن الغالي في أمن وسلام. والمسيحية تدعونا إلى سلام من أنواع ثلاثة: سلام بين الله والناس، سلام بين الناس وبعضهم البعض، سلام داخلي داخل القلب الجنة مع الحيوانات والوحوش في سلام. ما كان اعتداء ولا كانت هناك وحشية. وتكررت القصة مع أبينا نوح في الفلك مع جميع الوحوش، ويحيا مع الوحوش بسلام. لا اعتداء ولا افتراس ولا عداوة. العداوة بين الإنسان والحيوان جاءت فيما بعد. فإن كان الله عندما خلق البشرية جعل سلاما حتى بين الناس والوحوش، أفلا يكون بالأولى أن يوجد سلام بين الناس وبعضهم البعض؟ ولهذا دعا السيد المسيح إلى السلام فقال: كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق. فإن قدمت قربانا على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيء عليك، فاترك هناك قربانا قدام المذبح واسأل أولا اصطلح مع أخيك. الله يريد صلحا وسلاما أكثر من القرابين والذبائح. يريد محبة الناس وبعضهم البعض. ودعا السيد المسيح إلى هذا الصلح الدائم فقال: ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ طوبك فاترك له الرداء أيضا. أرادنا أن نعيش في سلام مع الكل، لأن السلام نتيجة طبيعية للمحبة في قلب الإنسان. وهذا الصلح الذي دعا إليه السيد المسيح. أخيرا يا أحبائي، نطلب أن يكون هذا العام عام سلام أيضا. وفيما نذكر هذا المفهوم نحيي الفهم السياسي الجديد الذي صارت عليه بلادنا في نهج جديد في السياسة، وهذا ما صارت عليه الدولة. ونخص بالذكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. ففي يوم 13 أكتوبر من العام الماضي 2025 شهد العالم بأثره تضخيما للدور المصري بقيادة الرئيس السيسي في جهود السلام في الشرق الأوسط من خلال الوساطة السياسية برئاسة مشتركة بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. استضافة قسم دولية هامة ولتعزيز التعاون الدولي وللتأكيد المستمر على حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية كأساس لتحقيق سلام دائم في المنطقة. أن كل هذا الجهد المخلص لابد أن يباركه الرب وينتهي بخير. نطلب من الرب أن يبارك سياسة السلام وأن يتمم هذا السلام وأن ينعم به على العالم كله. ينعم به على بلاد الشرق الأوسط، على بلاد فلسطين التي ولد فيها السيد المسيح، وعلى بلادنا مصر التي زارها السيد المسيح في طفولته، بلاد الأنبياء جميعا. ونذكر بالخير أرض محافظة الطقهلية، ونخص كنيسة العذراء السيدة العذراء مريم بتقدوس التي زارتها العائلة المقدسة وصارت محط نظر العالم أجمع. ونطلب من الرب أن ينعم على بلادنا بالرخاء وأن يديم المحبة التي تربط بين جميع أبنائها. ونرجو لكم جميعا حياة مقدسة، مصلين إلى بلادنا أن يحفظها الرب في يمينه الحصينة، وأن يجعل هذا العيد سعيدا عليكم وعلى الكل جميعا. ونرحب بالأخ الفاضل السيد الدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، فليتفضل بإلقاء كلمته. معالي الأستاذ الدكتور أحمد العبد نائب السيد المحافظ، معالي اللواء عماد السكرتير المساعد للمحافظة عماد عبد الله، معالي اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد لمحافظة الطقهلية، السيد العميد أركان الحرب الهيثم عواد السكرتير المستشار العسكري للمحافظة، السادة النواب الدكتور شرعان عماد الغزال النائب لمجلس الشعب، السادة
من المسيحيين بعيد الميلاد المجيد. نيافة الأنبا صليب دعائية ميت غابر ودقوس، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جئنا جميعا لنهنئكم بعيد الميلاد المجيد لخلق الله سبحانه وتعالى، ونؤكد على المواطنة والوطن الذي نعتز به ونعيش فيه جميعا هبة الله سبحانه وتعالى للمصريين أن يظل هذا النسيج الوطني لقمته وسناه في بلدنا العامرة مصرنا الحبيبة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله عز وجل ورعاه. أيها الإخوة الكرام، نحن جميعا شركاء وإخوة في هذا الوطن. أوصانا بكم ربنا سبحانه وتعالى فقال جل شأنه: أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأوصانا الحبيب عليه الصلاة والسلام: حبوا خيرا، فجئنا نشارككم فرحتكم لأننا أمة واحدة، كما يقول قائل: الحق أبلج الصباح لناظر لو أن قوما حكموا الأحلام أرأيتنا والقبط إلا أمة واحدة لله تروم مراما وواجب حبهم كونوا كما يقضي الجوار كراما. الدين للديان جل جلاله لو شاء ربك وحد الأقلام. ونقول لكم جميعا كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير على كلمات طيبة لفضيلة محافظ الأقالية. رجل بحق يستحق بجدارة أن يلقب بشخصية عام 2025 لما يقدمه من نموذج مشرف في القيادة والعمل العام. يعرف ويقدر معنى المواطنة الحقيقية قولا وفعلا. نرحب بسيادتكم بكل المحبة والتقدير، ونثمن حرصكم على مشاركتنا التهنئة بعيد الميلاد المجيد في لفتة وطنية صادقة تجسد روح الانتماء وتؤكد أن المواطنة ليست شعارا بل ممارسة يومية. إننا أمام مسؤول استثنائي اختار أن يكون بين الناس لا فوقهم، ينزل إلى الشارع باستمرار ويؤمن بأن العمل الميداني هو أساس النجاح، حتى بات من المعروف أن لقاؤه لا يكون إلا بعد الساعة 2 ظهرا. احنا جربناه، مصدر فخر واعتزاز، ويؤكد أن مصر بخير بقيادتها المخلصة التي تحترم الإنسان وتعلي قيمة المواطنة وتضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. أهلا وسهلا بكم في بيتكم، وكل عام وسيادتكم بخير ومصرنا الغالية في التقدم والسلام. والآن مع كلمة السيد معالي الوزير محافظ الأقالية طارق مرزوق، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما احنا متعودين كده الارتجال والعفوية من جمصة لحد هنا، رغم ان هي مشوار طويل ورغم عنائكم وانتظاركم، الا انه زي ما بيقولوا ايه، وختامها مسك. ختامها مسك كده. احنا لما نقابل نيافة الأنبا صليب علشان يعني نبقى في حضرته ونقدم له بره مدينة صورة مشرفة حقيقة تدعو للانتخاب وتدعو للجميع أن ينتبه إلى أن مصر بإذن واحد أحد هذا المشهد الدائم المستمر، وهذا المشهد اللي بيتكرر كل فترة زمنية بسيطة ما بين المسلمين وبين المسيحيين، ومفيش فرق بينهم إطلاقا، وهتبقى في أمن وهتبقى في ازدهار طالما هذه الوجوه المشرقة اللي قدامنا قاعدة مستنية فرحانة
كلنا فرحانين بنهني على بعض بنطبطب على بعض. فاحنا فعلا قدام مشهد فريد من نوعه على مستوى العالم بيفسر هي مصر من 7000 سنه لحد وقتنا هذا ما زالت شامخه الراس ما بين الامم، لان شعبها برباط الى زي ما بيتقال. بستغل او بنتهز هذه الفرصه عشان اهنيهم وبارك لهم سياده النائب احمد شرعان وسياده النائب اللي بيقدم بالفعل كل يوم عن التاني عبره وحكمه وعظه، وبيرقع اي حد عند مصر وتقف. احنا مش طالبين اكثر من ان احنا هو كل امبارح كنا متابعين تهنئه سيادته لقداسه البابا تاودروس اللي احنا بنقدم له التهاني من خلال محدش يقلق طالما بنشتغل وكمان الثقه محدش يقلق، وربنا يا رب يجعل ايامنا كلها اعياد ونفضل رايحين جايين على بعض. كل سنه وانتم طيبين، متشكرين جدا جدا جدا، واسف على ان انا خدت من وقتكم واطلت عليكم بعد هذا العناوين، انما كان لازم اكمل. شكرا. نشكر ربنا اللي سمح لنا بهذا اللقاء وجعلنا نعلن للعالم كله من هي مصر. كلنا نفتخر بمصر وكلنا بنفتخر بكل قادتها من الرئيس السيسي لسياده المحافظ وكل الحضور كل حسب مقامه وكل مكانته لاجل الوقت. بنشكر حضوركم ونعتز بحضوركم ونفتخر بتهنئتكم ونفرح بوجودكم ومشاركتكم لينا في كل المناسبات. نعلن لمصر، نعلن للعالم كله من هي مصر بهذه الصورة المشرقة المشرفة التي هي وشعبية مجتمعة لكيما تعيش هذا الفرح وتعلن التهنئة لمصر كلها بالعام الجديد وعيد الميلاد الجديد. كل سنة وحضراتكم طيبين. من كل قلوبنا بنشكر معاليك سيادة المحافظ، من كل قلوبنا بنشكر كل الحضور النواب والأئمة وكل الأحباء بحضوركم